السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. الدولار النهاردة كسر الحاجز النفسي عند المصريين. احنا كان عندنا كده حاجز نفسي من حتة ال50 جنيه. الحق الدولار طلع على 50، لا ما راحش. هيوصل ل50، لا ما لمسش. كان يلعبنا كده مرونة بقى، ليونة، ينزل ل47 ونص، يطلع ل49 ونص، رايح جاي في الحتت دي. النهارده والاول مره يكسر ال50 جنيه. طبعا في بدايه التعويم الاخير اول ما حصل عدى ال50 وراح نازل بعدها ل 45 45 ونص تقريبا، وبعدين استقر الكام شهر اللي فات في الاسعار اللي بقول لكم عليها 47 ونص، 49 ونص، 49 60 70، رايح جاي في الحتت دي. النهارده لاول مره يعدي وقت تسجيل الحلقه الان في البنك الاهلي ب 50 جنيه و3 قروش. لسه اليوم ما انتهاش، ما نعرفش هينتهي على ايه، لكن وفقا لمبدأ المرونة والليونة اللي احنا شغالين بيها، فممكن تلاقي اخر اليوم او بكره ينزل تاني يكسر ال50 اللي تحت 49 90 49 95، وبعدين يطلع تاني عشان يوريك او يوريهم ان احنا عندنا مرونة اهو يا جماعة. عرض وطلب بيطلع وينزل، وانتوا يا مصريين ما تقلقوش. انتوا خايفين من ايه؟ ما تتخضوش. زي ما قال رئيس الوزراء، جاب ال50، ده عرض وطلب اهو، نزل تاني ل 49 90. هتقولي يعني جت على 10 قروش ولا 5 قروش؟ هقول لك ما هو ده العامل النفسي بقى. لان احنا مثلا عندنا في الاسهم المصريه، في الاسهم في البورصه بتاعتنا، الناس اللي شغاله فيها، في اسهم بملاليم. يقول لك السهم ب 50 قرش ومليم، 50 قرش و2 مليم. بعد كده لما يعدي مرحله الملاليم بيوصل للقروش، بيزيد بالقروش مش بالمليم. طيب احنا فوق ال50 دي هنزيد بالقروش، لكن في اخر اليوم هنلاقي مجمل القروش اللي زدناها في اليوم خلاص بقى كنا بنزيد قرش ولا قرشين، دلوقتي هنزيد ايه؟ بال10 قروش مثلا ولا اكتر. يعني اتمنى ان ده ما يحصلش، اتمنى ده ما يحصلش. لكن وفقا للي باين، يعني المؤشرات اللي احنا شايفينها ولسه متكلمين في الفيديو الاخير، وقلت هي صفقة قطر ليها علاقة بتعويمات جديدة او بتحريك جديد. يعني وفقا لده واضح ان في تحرك الفترة دي، زائد ان رئيس الوزراء في تصريحه الاخير اللي اتكلم فيه عن الدولار، هو قال كلمة، قال لك يا جماعة هو بيتحرك 4 5%. مش فاهمين 4 5% دي كان قصده على اللي اتحركهم الدولار من 47 ونص ل 50 جنيه او 50 الا، ولا اللي جاي. لو معنى كلامه ان التحرك ده للي جاي، يبقى لسه فاضل قدامنا بقية ال5% اللي هي 2 جنيه 2 جنيه ونص. ده مبدئيا. لو قصده على اللي فات ده يبقى حاجة تاني، يا ريت هو برضه يوضح رئيس الوزراء هو كان قصده على اللي فات ولا على اللي جاي. ال5% اللي بيتحرك فيهم الدولار او اللي هيتحرك فيهم الدولار صعودا وهبوطا، هو قال كده. يعني ممكن نلاقيه ب 47 ونص تاني، ولا ممكن نلاقيه ب 52 ونص، يعني هيبان الفترة اللي جاية. طيب سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، ما احنا رجعنا بقى تاني نتكلم على ايام الدولار واللي كان بيحصل في البنك التجاري الدولي والفجوة اللي كان موجودة. سعر الدولار، البنك التجاري الدولي ده سهم في البورصة المصرية، وبيتداول، عشان الناس اللي مش فاهمة، بيتداول في بورصة لندن. طيب سعر الدولار في مصر النهارده ب 82 جنيه ونص تقريبا. سعر البنك التجاري الدولي في بورصة مصر النهارده ب 82 جنيه ونص تقريبا وقت تسجيل الحلقة. سعر السهم هو في بورصة لندن بدولار و55 سنت. لما تقسم ده على ده يبقى هم حاسبين الدولار بره في بورصة لندن، الأجانب بيقيموه هناك على 53 جنيه و80 قرش. أتمنى إن احنا ما نوصلش لده، أتمنى إن احنا ما نوصلش لده. في نفس الوقت بلومبرج بتقول لك أول امبارح إن سعر العقود الآجلة للجنيه أو للدولار مقابل الجنيه، العقود الآجلة اللي هي لمدة عام، سجل الدولار مقابل الجنيه 58 جنيه و85 قرش. طبعا كان اعلى سعر جابه كان 9، ده جابه في 59 جنيه، وده جابها في 20 نوفمبر اللي فات، الشهر اللي فات يعني. ده بالنسبة للعقود الآجلة لمدة عام الدولار مقابل الجنيه. نتمنى ان اخواتنا التجار
ورجال الاعمال، ومش هقول الحكومه عشان الحكومه مش عارفه تراقب الاسواق، خلاص احنا يعني سلمنا بده خلاص. لكن اخواتنا بقى رجال الاعمال والتجار، خفوا شويه على الناس. انتم مقيمين اسعار السلع على 70 جنيه واكتر، في ناس مقيماها على اكتر من 70 جنيه من ايام السوق السوداء والقصص اللي حصلت دي قبل كده. الدولار لما يوصل دلوقتي ل 50 جنيه انت كسبان كسبان وزي الفل معاك. ما تستغلش بقى اي فرصه او اي ارتفاع في سعر الدولار في البنك وتقول ما هو الدولار ارتفع. انت ماليش علاقه بالارتفاع اللي بيحصل في البنك، انت مقيم على 70 واكتر من 70 جنيه. في ناس مقيمه السعر على 100 جنيه اسعار السلع، وكان ساعتها يقول لك تحوط في السوق السوداء ب 70 جنيه. لكن لما انا ابيع السلعه يمكن اجي اشتري الدولار من السوق السوداء عشان اشتري المنتج اللي ببيعه من بره او استورده من بره، يكون الدولار زاد ل 100 جنيه ولا حاجه. في ناس حسبتها كده وكان بيحسب لك سعر تحوط ب 100 جنيه. فانت عايز ايه تاني؟ انت كسبان وكسبان كويس قوي قوي قوي. ارجوك خف على الناس، الناس مش متحمله، الناس متضحضحه، ما تستغلوش الظروف ارجوكوا يعني. في النهايه ربنا يكتب الخير لمصر والمصريين، وتقبلوا تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.